إيه اللي فعلًا بيحدد حياتك، أحلامك والّا الألم اللي بتقدر تتحمله كل يوم؟ بُص يا صاحبي، في ناس عايشة حياتها كله في معركة خلصت من زمان، زي ناس لسه ماسكة في علاقة انتهت، أو بيشتغل شغلانة بيكرهها بس مش قادر يسيبها، وده بالضبط اللي حصل مع الجندي الياباني اسمه هيرو أونادا. أهلا بيك يا صديقي في ديرينك أبحاث القهوة والكتاب وتغيير الذات. معاك أخوك أحمد رجب، وفكرة القناة إن بنجيب كتاب نقرأه ونتعلم منه، فلو عجبتك فكرة القناة شرفني بالاشتراك. سنة 1944 اليابان كانت بتنهار في الحرب العالمية الثانية، وبعتوا أونادا في جزيرة اسمها لوبانج في الفلبين. القادة قالوا له أوامر محددة: ما تستسلمش وما تموتش، وحاول تقاوم أمريكا على قد ما تقدر، وما توقفش إلا لما أرجع أنا مخصوص وأقول لك إن المهمة انتهت. الجمل دي بالنسبة لأونادا ما كانتش أوامر محددة، ده كانت وصية حياة. الحرب خلصت سنة 1945، لكن أونادا ما اقتنعش إنها خلصت. الطيارات بقوا يرموا منشورات على الغابة علشان أونادا يعرف إن الحرب خلصت، ولكن هو افتكر إنها خدعة. أهله طبعًا بعتوا له صور ورسايل، بس تبعت لمين بقى والّا تقول لمين؟ طبعًا افتكرها مزوّر، والحكومة بعتت قوات علشان تقنعه، بس للأسف ما لقيوهوش، وأصحابه اللي مات واللي استسلم، وآخر واحد مات سنة 1972، وبعدها أونادا بقى لوحده. عاش 27 سنة كاملة في الغابة، كان عايش على الموز وجوز الهند والرز المسلوق، وكان فاكر إن هو بيقاوم العدو، وسلاحه كان جزء من روحه. سنة 1974 ظهر شاب ياباني اسمه نيورو سوزوكي. معلش بقى يا صديقي في الأسماء واللخبطة، بس أنا عايزك تعيش معايا الأجواء. الشاب ده الناس شافوه مجنون، كان عايش حياته بلا أهداف ولا خطة، كان كل هدفه في الحياة إنه يدور على 3 حاجات: وندى اللي اليابان وأمريكا مش لاقيينه أصلا، والباندا السوداء ورجل التلج. تحسها هلاوس، بس المفاجأة هو فعلا ليه وندى. وقعد معاه وحاول يقنعه إن الحرب انتهت، لكن أونادا قال له: أنا مش هستسلم غير لما القائد بتاعي يجي ويقول لي بنفسه إن المهمة انتهت. وفعلا سوزوكي رجع اليابان وجاب القائد ورجع تاني للجزيرة، وأول ما القائد قال المهمة خلصت، أونادا سلم نفسه بعد 27 سنة من الوحدة. لما رجع اليابان اتصدم، البلد بقت حاجة تانية، اقتصاد وتكنولوجيا وحياة جديدة، مش اليابان اللي ضحى عشانها. وبالرغم كده وندى من بيمشي قال: أنا عملت اللي اتطلب مني وأنا راضي. الحكاية ديت يا صديقي مش مجرد قصة، دي مراية لينا. إحنا كمان بقينا زي أونادا، بنتمسك بعلاقات ماتت ونكمل في شغل بيقتلنا ونجري ورا حلم مبقاش لايق علينا أصلا. والحقيقة المعاناة جزء من الحياة، المهم تختار المعاناة الصح. مارك مانسون بيقول لك: الحرية مش إنك تعمل كل اللي نفسك فيه، الحرية هي إنك تحدد إيه اللي مش هتعمله، وإنك تعرف تقول لأ. الباندا السودا رمز للحقيقة اللي بتوجعك لكنها بتحركك، وراجل التلج هو الوهم اللي بنجري وراه ومش هنوصل له. قبل ما تكمل في أي طريق اسأل نفسك: المعاناة اللي أنا عايشها هنا هي اللي هتوصلني للي أنا عايزه؟ لو الإجابة لأ، يبقى لازم توقف. أسوأ حاجة مش إنك تفشل، الأسوأ منه إنك تنجح في حاجة أصلا ما تستاهلش. فكر يا صاحبي، أنت دلوقتي بتحارب حرب خلصت، ولا مستني الباندا السوداء تيجي تقولك الحقيقة، ولا بتجري ورا رجل التلج اللي مش موجود أصلا؟ خليك صريح مع نفسك، وما تنساش اللايك والاشتراك، وقول لي في كومنت إيه رأيك في الصوت الجديد علشان غيرنا المايك، علشان ده كان رأيكم كلكم. واشوف وشك على خير في الجزء الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.